قناة يوتيوب فضاءات الرباط إسباس رباط ترحب بكم وتستقبلكم بكل جديد في الفن والثقافة والأدب. الأسواق الأسبوعية موروث ثقافي يعج بالرموز والدلالات وحضور قوي في المغرب. ما تزال الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء سيطات تحافظ على حضورها القوي المتعلق بالرواج التجاري والتواصل بين الناس وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وذلك رغم الانتشار الكبير للأسواق العصرية، لأنها بكل بساطة موروث تقليدي محبوب لدى التجار ومختلف الفئات الاجتماعية. وبالنظر لأهمية هذه الأسواق على أكثر من صعيد، فإن لها امتدادات على مستوى الرقعة الجغرافية للجهة، كما أنها تغطي مختلف أيام الأسبوع من أجل فسح المجال أمام التجار لترويج بضاعتهم باستثناء يوم الجمعة، الذي تغيب فيه هذه الأسواق لاعتبارات لها صلة بقدسية هذا اليوم. فعلى رقعة الجهة المترامية الأطراف تستقبل مختلف المناطق عدة أسواق، منها حد بوسكورة وحد السوالم وحد اللويزية بالمحمدية واثنين برشيد وثلاثاء سيدي بنور وأربعاء أولاد عمران وخميس الزمامرة والسبيت بالدار البيضاء. على أن مكانة هذه الأسواق ووظائفها تتجاوز إطار الرواج، لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الناس بمعناها الواسع، ولهذا السبب تحديدا تحمل بعض المناطق اسم أسواقها الأسبوعية، وهذا المعطى ينطبق ليس فقط على جهة الدار البيضاء سيطات، ولكن على جل، إن لم نقل كل مناطق البلاد: سبت الكرداني، سبت كزولت، وحد كورت، وثلاثاء توغومار، وأربعاء الغرب وغيرها. ومدام الأمر كذلك، فإن هذه الأسواق تضرب جذورها في أزمنة قديمة، لأنها شكلت عبر فترات تاريخية نواة تجارية استقطبت تجمعات سكانية استقرت عبر العصور في قرى أو حتى مدن، وهذا ما يجعلها موروثا جماعيا تنصهر فيه حياة الناس، ومجالا خصبا لنسج علاقات اجتماعية ممتدة يمكن أن تشكل مادة غنية للباحثين المهتمين بالتاريخ الاجتماعي لقرى ومدن المملكة. وإضافة إلى كل ذلك، فإن هذه الأسواق تطرح سؤال الاستهلاك الجماهيري وسيولة السلع والناس، والإحالة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية التي ترتادها. وإن استمرارية ظاهرة الأسواق الأسبوعية واليومية في المدن الكبرى وحتى الصغرى تطرح العديد من التساؤلات والإشكالات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية والتغير والتكيف الاجتماعي للفئات الهشة، خصوصا وأن هذه الأسواق الموروثة تحافظ على استمراريتها إلى جانب الأسواق الممتازة أو المصنفة التي تخضع للمعايرة الاقتصادية والاجتماعية على خلاف الممارسات التقليدية والتاريخية المعهودة في تاريخ المجتمع المغربي. كما أنه عادة ما تتركز تلك الأسواق ذات الصيغة التقليدية في بعض الأحياء الهامشية والمدن القديمة، وفي فناء المساجد في مجمل الحواضر المغربية. وإذا حللنا هذه الظاهرة ذات الدلالات الكثيرة وتفرعاتها، نلفت الانتباه إلى أنه من حيث التسمية تم الانتقال من صيغة التذكير السوق إلى صيغة التأنيث السويقة، مقارنة مع حجم البضائع والأدوار والمهام.
التي ارتبطت بالسوق بمعناه التقليدي في المجتمع. أما السويقة فتدل على التضييق والتصغير الذي حل بالمجال الحيوي للأفراد والجماعات، من حيث الأهمية والاختزال الذي أفضت إليه تلك التبادلات والخدمات المعروضة فيها، أو من حيث الشرائح الاجتماعية الهشة المتصلة بها. فإن هذه الأسواق لها عدة أدوار، منها الدور التفاعلي المتمثل في ضمان سيرورة التفاعلات الاجتماعية الحميمية بين البائع والمشتري، المعزز لعنصر الثقة بينهما. ثم الدور الرمزي الذي يحيل، كما قال، على ثقافة الآباء والأجداد والقيم التقليدية، مما يعزز مكانته الوجدانية في مخيال الزبناء والزوار. وأخيرا الدور المدني المتمثل في المساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتوفير فرص الشغل المؤقتة والعابرة للفئات الهشة والفقيرة وللشرائح غير المؤهلة والأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين وذوي الحاجات الخاصة، حيث يصير السوق مجالا لاستيعاب أزماتهم وإخفاقاتهم. فإذا كانت هذه الأسواق ضاربة في القدم، هذا لا يعني أنها ظلت حبيسة علاقات ومبادلات عتيقة، والحال أن البعض منها تطور تماشيا مع تطور حياة الناس ومرتديها، لا من حيث عمليات البيع والشراء فقط، ولكن من حيث مرافقها وفضاءاتها ومساهمتها في التنمية المحلية وتعزيز الروابط بين الأفراد والجماعات. وفي المقابل، فإن حفاظ بعض الأسواق على طابعها التقليدي بجهة الدار البيضاء سيطات قد يكون مهما لاعتبارات كثيرة، لكن وجود مشاكل في بعض الأحيان تتعلق باهتراء بنيات الاستقبال وسوء التنظيم وغياب النظافة يجعل بعضها غير جذاب، خاصة لدى الفئات الاجتماعية التي تعودت على أساليب التسويق العصرية. غالبا ما يطلق على السوق اسم يوم من أيام الأسبوع. تحكي السير الشعبية في المغرب الكثير من المواقف عن أهمية يوم السوق الأسبوعي، باعتباره موعدا لتلاقي سكان قبيلة أو منطقة ما بشكل منتظم للتبضع أو بيع السلع، وأيضا لعقد التحالفات والعقود وفض الخلافات في جو ذي طابع احتفالي. وغالبا ما يطلق على السوق اسم يوم من أيام الأسبوع أو الجهة أو المنطقة أو القبيلة التي يقام فوق أراضيها، فيما يتم عادة اختيار موقعه وفق شروط ومحددات ديمغرافية واجتماعية وسياسية. هذه الأسواق بكل الحمولة الرمزية التي تحملها، لا زالت تحافظ إلى اليوم على حضورها القوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المغربية، رغم الانتشار الواسع للأسواق العصرية في البلاد. في رأيه الأخير بشأن سياسية تأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الأسواق الأسبوعية بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، تعتبر فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مهما أن الأسواق الأسبوعية تعد عبر التاريخ الاجتماعي فضاء رحبا يلتقي فيه الناس من أجل تبادل السلع والخدمات، إلى جانب وظائفه الاجتماعية والثقافية المضمرة داخل النسق الثقافي للمجتمع، تظهر في شكل تبادلات إنسانية ولسانية
وأن هذه الوظائف الاقتصادية واللسانية والإنسانية يحتاجها كل مجتمع في قيامه واستمراره، لضمان وجود طرق موحدة نسبيا لأفراده في التفكير والإحساس والفعل، وهذا التشابه والانتظام في تدبير أفراد المجتمع الواحد لحياتهم اليومية هو ما يجعل للإنسان هوية ونمط عيش خاص. الأسواق الأسبوعية تعد عبر التاريخ الاجتماعي فضاءً رحباً. على هذا الأساس يفسر استمرار تواجد هذه الأسواق رغم انتشار مثيلاتها العصرية أن الأسواق التقليدية الأسبوعية ليست مجرد أماكن لتبادل السلع والخدمات كما هو الشأن بالنسبة للأسواق العصرية في المغرب، ولكنها تتجاوز ذلك بكثير لأنها يتم فيها في نفس الوقت تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والعواطف. أن السوق التقليدي الأسبوعي إذا كان قد شكل منذ وقت بعيد نقطة تبادل تجاري أساسية وعامل توازن اجتماعي واقتصادي بالنسبة للمجتمع المغربي التقليدي، فإنه بالرغم من التغيرات التي عرفها اليوم في العديد من وظائفه ومكوناته، فإنه أصبح أكثر تجذرًا وارتباطًا بالحياة القروية والحضرية على السواء، وأظهر تأقلمًا سريعًا مع كل التأثيرات الخارجية التي يتلقاها باستمرار. استمرار وجود الأسواق الأسبوعية على المستوى المجالي بأدوارها المهمة، إذ تقرب المسافات وتوفر كل ما يحتاجه الإنسان القروي إما أسبوعيا أو مرتين في الأسبوع، كما أنها تساهم في خلق دينامية سكانية مهمة وحركية. أهم على مستوى النقل الطرقي، كما أن المواقع الجغرافية لهذه الأسواق يتم توظيفها كنقطة انطلاق أو وصول للأفراد والجماعات، وكذا كنقطة لتجمع سكان المناطق المجاورة. أنه على المستوى التنموي، فالأسواق الأسبوعية تخلق رواجًا تجاريًا مهمًا في المنطقة التي تتواجد بها، ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما يصاحبها من تقوية للطرق المؤدية لها وتوفير المراكز الصحية والثقافية والاجتماعية بالقرب منها. أن الجماعة الترابية التي تتواجد بها الأسواق الأسبوعية تستفيد من الجبايات التي تستخلصها من التجار والفلاحين الذين يستفيدون من أماكن لبيع منتوجاتهم، وبالتالي تنتعش ميزانية الجماعة بشكل كبير استمرارا. تواجد هذه الأسواق رغم انتشار مثيلاتها العصرية في هذا الإطار، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الارتقاء بأهمية الأسواق الأسبوعية وجعلها من بين الأولويات سواء النسبة للدولة أو الجماعات الترابية. ودعا أيضا إلى جعل الأسواق الأسبوعية رافعة أساسية تساهم بفعالية في النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية. أنه بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، وبالنظر إلى كثرة الإقبال على هذه الأسواق ليس فقط من طرف السكان القرويين ولكن أيضا من طرف عدد كبير من سكان المدن، يمكن بلورة استراتيجية طموحة خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الوظائف الاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية والاقتصادية التي تقوم بأدائها هذه الأسواق، ولا ينبغي اختزال هذه الاستراتيجية على الأبعاد الاقتصادية والتقنية والأمنية. ولكي نضمن نجاح هذه الاستراتيجية يجب
إشراك المعنيين بالأمر وكل الفاعلين، لأنه لا يمكن تنزيل استراتيجية من مراكز القرار، بل يجب تفعيلها على المستوى المحلي أولاً وفق مقاربة تشاركية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. ما هو أكبر سوق أسبوعي في المغرب؟ يعتبر سوق الثلاثاء بسيدي بنور من بين أكبر الأسواق الأسبوعية في المغرب، ووجهة مهمة للعديد من تجار المواشي من مختلف المدن المغربية لما يتوفر عليه من جودة الماشية وتنوعها من ناحية العرض والطلب. يعتبر ثلاثاء سيدي بنور مركزاً رئيسياً لتزويد أنحاء عديدة من القرى والمدن وباقي الأسواق باللحوم الحمراء. هذا، ورغم أهميته، ما زال يفتقر لتدبير عصري وصحي لمرافقه المتهالكة، مع غياب تام للبنية التحتية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة اللحوم، التي تنعكس جودتها على صحة المواطن. مع العلم أن مدينة سيدي بنور ترتب ضمن المدن التي تعد مهداً لتربية الماشية بالمغرب وتتوفر، فالمدينة تتوفر حسب الإحصاءات على 180,000 سن من الأبقار و300,000 من الأغنام. وبحسب المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سيطات، فإن 20% من المبادلات التجارية بقطاع الماشية تتم بسيدي بنور. لذا فالحالة التي يوجد عليها سوق ثلاثاء سيدي بنور تستدعي التدخل السريع من قبل المسؤولين، فجل مرافق السوق تنعدم فيها معايير السلامة الصحية. سوق الأحد، كما يدل عليه اسمه، هو سوق أسبوعي يقام كل يوم أحد، سوق يضرب ميعادا لكل أكاديري من أجل التجول فيه واكتشاف ما يحتويه من جديد. هو أكبر سوق في المغرب وفي إفريقيا على الإطلاق، وهذا يعكس أهمية المدينة الاقتصادية وولع سكان سوس واتقانهم لفنون التجارة. الموقع الجغرافي وسنة الظهور. يقع سوق خميس تمسمان بالجماعة القروية تمسمان التابعة لإقليم الدريوش على مساحة قدرها 1 كلم، وينعقد مؤقتا مرتين كل أسبوع يومي الخميس والأحد على المسطح الهضبي الواقع على الضفة اليمنى لوادي أميقران على بعد 2 كلم من بلدة كرونا مقر جماعة تمسمان. السوق الأسبوعي الجديد الثلاثاء بسيدي يحيى زعير، في حالة جديدة كانت عملية توزيع أماكن عرض السلع بالسوق الأسبوعي الجديد لجماعة سيدي يحيى زعير الذي سينطلق العمل فيه مستقبلا. وقد عرف صباح اليوم اجتماع مع أمناء الحرف الجزارة والدجاج والخضر والفواكه والمقاهي والمواد الغذائية الذين أبانوا على ارتياح كبير. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم ودمتم بصحة وسلامة، وشكرا وإلى اللقاء.